السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وفي احسن حال. النهارده جاي لكم فيديو جديد وروتين جديد. قبل ما نبدأ الفيديو مع بعض نصلي على الرسول عليه افضل الصلاة والسلام. ولسه ما اشتركتش في القناة انزلوا تحت اشتركوا في القناة وفعلوا زرار الجرس عشان يوصلكوا كل جديد بينزل. طبعا رجاء كده عايزاكم اللي انتوا تشاهدوا الاعلانات لغاية اخرها، وحطوا اللايك بتاعكم جميل في بداية الفيديو. يلا بينا نبدأ الفيديو. طبعا النهارده بقى قلت ايه اللي انا اقوم كده بدري بدري، اتنشط كده واخلص بقى الحاجة اللي ورايا. يعني كنت عايزة اعمل اوضة الاطفال بقى لي فترة. بعملها كده اللي هو الروتينات اليومية يعني. تمام، اللي هو انضف الم حاجة، امسح كده يعني. طبعا اول حاجة بقى هبدأ بيها الشباك، بس طبعا هعمل الستارة الاول. هنفضها كده تنفيضة كويسة، ويعني لو عليها مثلا يعني حاجات بسيطة من التراب ولا حاجة، التراب تطير كده، ما تبقاش يعني على الستارة تراب وكده. بس هي طبعا بصراحة لقيتها نظيفة، ما كانش مطلعة تراب خالص. لاني زي ما قلت لكم انا قافله الاوضه ومحدش بيدخل فيها، ومش بفتح الشباك ده كتير. بس ساعات بفتحه كده بس تهويه. لما باجي انضفه وبمسح الجرارات بتاعته وكده بسيبه تهويه بس يهوي الاوضه شويه ويغير كده ريحه الاوضه، وبعد كده ببتدي بقى اللي انا اقفله تاني. آه، نفضت الستارة وظبطتها زي ما انتوا شفتوا. وهشيل بقى الشباك كده، راح اغسله وهسيبه كده يتصفى شوية، وبعد كده اقوم مركباه بقى مع بال ما ايه يتصفى مع في الحمام، مع بال ما اللي انا انضف بقى السلك كده والجرار. طبعا السلك اول حاجة عملتها السلك، يعني اول ما ابتديت ان دخلت الاوضه عشان انضف، اول حاجه ابتديت ان انا اعمل السلك والشباك. الشيشي الالومنتال كان راكب. طبعا انا لو كنت عملت السلك وانا مركبه الشبابيك الالومنتال كان يعني اللي انا هعمله من بره، اللي هعمله في الشباك كان هيبهدل لي بقى الاوضه والستاره. انا مش حابه كده، فماسكاها كده ايه خطوه خطوه. نضفت السلك الاول بالمقشه الصغيره من قبل ما اشيل الشباك. تمام، عشان خاطر يبقى الشباك يعني ايه، ما يعني موجود كده اللي هو يمنع اي تراب يدخل، اللي هو بنضف كده من بره يمنع اي تراب يدخل. وابتديت بعد ما شلت الشباك زي ما شفتوا كده، مسكت السلك بالفوطه وقعدت بقى ايه المعه لو في اي تراب ولا حاجه برضو لازقه فيه. لمع ورجع جديد زي ما هو وبقى نضيف. يعني حسيت كده اللي هو فتح كده الدنيا يعني. بقيت شايفة كويس. لما باجي اقفل السلك كنت بحس اللي فيه كده تراب، يعني السلك كان غامق شوية، فنضف وبقى زي الفل. ركبته بقى زي ما انتوا شفتوا كده، وقلت اسيبه ايه يهوي الأوضة برضو مع بال ما اخلص. جيت هنا بقى قلت اشيل الملاية. هشيل كده الفرش اللي على السرير. هو بصراحة يا جماعة والله الفرش ده زي ما زي مش عارفة بقى واضح للكاميرا ولا ايه، بس هو زي ما انا حطيته زي ما شلته كان نظيف. يعني ما شاء الله كان نظيف ومش متبهدل خالص. بس انا يعني عارفين اللي هو بحب دايما كده كل يعني اوضه اطفال، يعني انا مش بدخل فيها ولا حد بينام على السراير دي، بس بحب ايه اللي انا برضو دايما اغير يعني. هي طبعا مش بتتغير على طول الملايات زيها زي اوضه النوم. انا اوضه النوم على طول يعني يوم ويوم تقريبا. وبالكتير قوي لو طولت على على الملايه بتاعت اوضه النوم ممكن تقعد يومين بالظبط واشيلها. فانا عارفه ان انا كده بهلك في الملايات، يعني انا كده بهلك في الملايه وكده عشان كتر الغسيل. طبعا بيدوب القماش. بس انا بالنسبه لي كده برتاح اكتر، يعني بحب اجدد الفرش على طول، بحس كده براحه نفسيه. اما اوضه الاطفال طبعا ما برضاش اجي جنبها. يعني بصوا غصب عني والله ببقى باكل كده في نفسي اللي انا عايزه اغير الملايه، بس بستحرم بقول حرام هبوظ الملايه وانا لسه حطاها يعني ليه التعب؟ عايزه اخلق لنفسي تعب وخلاص. فقلت بقى اغيرها برضو بالمره وافرش فرش كده جديد تاني نضيف يعني. جيت هنا بقى كنت بحط الشنطة بتاعت السفر ايام ما كنا مسافرين البلد. بصراحة غسلتها وركنتها، وقلت كنت مكسلة ان انا ارفع المرتبة واحطها، لاني كان لازم يعني جوزي يرفع مثلا معايا، حد يعني يرفع معايا وانا ادخلها تحت المرتبة تحت السرير. فانتهزت بقى الفرصة وجيت هنا بقى وانا برفع. لقيت كده يعني تلطيش مكان الايد لو حد يعني موجود عندي،
اولاد او كده، يعني لما عيال اخواتي بيجوا كده بيبقى مثلا مكان ايديهم، عيالي مثلا بيدخلوا يطلعوا على السرير يحطوا ايديهم، ممكن تبقى ايديهم مثلا مش نظيفه، مش عارفه. بس هو لقيت يعني زي تلطيش كده في الحيطه او بقع، ف يعني من جنب السرير بس. قلت جبت بقى سبونشة وحطيت عليها كوريكس الوان، وابتديت بقى اللي انا ايه، اي كده بقعه بتطلع بيها. يعني انا بعتمده دايما الكوريكس الالوان بصراحه بيطلع البقعه حتى لو على الحيطه. جيت هنا بقى قلت ايه، رجعت بقى الحاجه مكانها وحطيت الشنطه تحت السرير. وكنت هنا بحط قلت بالمره هشيل المشيات اللي انا غسلاها كنت حطاها ورا ظهر السرير، وقلت احطها بقى ايه من تحت كده المرتبه عشان يعني اوسع وما يبقاش ورا السرير كده مكركب، لغايه بس مؤقتا لغايه دخلة الشتاء ان شاء الله. وهطلعهم تاني بقى عشان افرش، هنضف الشقه فرش الشتاء ان شاء الله نفرشه مع بعض، وتنظيفات الشتاء تبقى مع بعض ان شاء الله. هنا بقى كنت بجيب ملاية، الملايات بقى اللي انا هفرشها، وكنتش عارفه هطلع انهي ملايه بصراحه. انا حاطه هنا الملايات في دولاب الاطفال اللي انا بس ايه بستخدمها، وبقيت الملايات حطاها في الدولاب الكبير يعني، هي وبرده فوط الاطفال حاطه بس كام فوطه هنا كده اللي هو ايه للاستخدام بس. بقيت الحاجه بقى حطاها زي كوفرتيات زي حاجات الاطفال اللي بقيتها يعني. الدولاب هنا عشان مش مكفي، ومن ساعه ما يعني عيالي جم آه، طبعا كل واحده ليها رف، فطبعا ما بقاش في يعني مكان اللي انا احط كل حاجات الاطفال هنا، فبحط بس للحاجات اللي انا هستخدمها بس تبقى قريبه من ايدي. هنا بقى جيت قلت افرش الملايه، وبالصدفه كده وانا بفرشها يعني اول ما طلعتها وخدت بالي وانا بفرش اول سرير اللي انا لابسه مع يعني لابسه نفس الدرجه بتاعت السرير. وطبعا الملايه دي لونها انا بحبها اصلا، وبحب اللون ده جدا، فكنا عاملين ماتشنج كده مع بعض، يعني انا ما خدتش بالي اصلا انا بعد ما فرشتها. بس فجيت بقى هنا كنت بظبط بقى فرشة الملاية كده، يعني انا بحب اخلي الملاية تبقى على المسطرة زي ما بيقولوا. طبعا كلنا كنا في الاول كده يعني اللي هو مش مفيش معلش حد على ازعاج مخلوق ايلين فينا وروزي هم اللي هو قاعدين يعني جنبي بقى وانا ايه بسجل، معلش يعني. بيعمل كل حاجة المهم هنا بقى مظبوط، فاهميني يعني. طبعا زي ما بقول لكم اكيد كده الواحد يعني كنا ايه كلنا بيتعلم في واحده بداية واحده، كلنا الجواز مش مولودين يعني انا متعلمين بكلم يعني. الستات يا جماعة. بس هنا اكيد بقى كان في جيت البداية كده في اول جوازنا كنا جيت بنعمل بقى الحاجة اعمل كده الجنب بصوا اللي التاني، هو في السريع، وطبعا وفي نفس اسفه الوقت بقى على المنظر مش ده، بنظبطها. بس انا قلت اوريكم يعني. بعد كده طبعا هو مع مفيش الفرش كركبه بقى يعني، هو والتعود دي خلاص الخدديات اتعودنا بقى اللي بتاعه احنا الركنه، نظبط الحاجة احسن. والشنطه دي عرفنا شنطه ازاي اللعب تتظبط بتاعتهم. اكتر. عرفنا ازاي طبعا نثبتها اكتر على هي اللعب السرير. نظيفة ومغسولة وكل حاجة حطها لهم في الشنطة، وكنت حطاها كده على السرير. يعني انا بحطها هنا في الأوضة عشان الأوضة دي طبعا بتتقفل، ف عكس أوضة النوم داخلين طالعين عليها. فطبعا انا بحاول ان انا ايه، يعني وقت اللعب يبقى في وقت لعب، ولموا اللعب بحاول ان انا اعلمهم يلموا اللعب من مكانهم. وقت اللي خلاص مخلصوا اللعب طيب خلاص مفيش لعب بقى بتطلع بقوم شايلها ولماها، لاني طبعا لما بسيبها بره بيفضلوا يطلعوها ويرموا فيها بقى، بيبقى بصوا سويقة، بيبقى سوق كده في الصالة كلها. فطبعا عشان خاطر اللي انا اتفادى الموضوع ده، فبلم اللعب وبحطها لهم بقى في مكان اللي هو ما يقدروش كل شويه يخشوا يجيبوه. وطبعا المكان ده الوحيد اللي هو يعني اللي هو الأوضة بتاعتهم. بس هنا بقى ايه، لميت الدنيا. طبعا الخداديات بتاعت الركنه برضو انا جايباها هنا عشان خاطر قاعدين يعني بنقعد على الركنه وكده ونبقى قاعدين براحتنا، وكمان عشان ايه انا كنت غاسله الكيس بتاعتهم، وطبعا مدخله يعني معبياهم وكده، ملبسه الكياس وكده. فطبعا هم نضاف، فانا مش عايزه احطهم العيال يهلكوا فيهم بيفضلوا بقى يرموهم على الارض وكده. فقلت لما يعني يكون ضيف جاي او اي حد جاي لي ابقى احطهم، غير كده بقى بنبقى قاعدين براحتنا، وكمان عشان ما يضايقوش يعني مكان القعده وكده في الركنه. هنا بقى برضو يعني قعدت بقى انضف برضو الحيطه كده من مكان الفراشات. الدبل فيس كان يعني بصراحه وحش، ما انصحكوش ان انتوا تلزقوا بيه اي حاجه. هو حلو وبيثبت وكل حاجه، بس لما بتحبي ان انتي تغيري الحاجه او تشيليها من مكانها الدبل فيس بيفضل موجود في الحيطه وبيقرفك، ولو طلع من الحيطه بيجرح لك الحيطه وبيبوظ شكلها بيعلم يعني. هنا بقى قلت برضو هدخل، يعني حطيت قسمت المشايات في جزء تحت السرير ده وجزء تحت السرير ده. طبعا في مشايات تانية انا حطاها تحت المرتبة بتاعت سرير اوضه النوم. دي طبعا مش بفرشهم خالص، يعني ممكن ابدل فيهم اللي هو البدل وكده.
انما دول اللي انا حطاهم دول اللي انا كنت فرشهم ساعة العيد وغسلتهم وشلتهم. فطبعا انتوا عارفين اللي الجو حر، طول الصيف انا بحب اسيب الارض كده يعني فاضيه، ما بحبش احط فيها حاجه عشان انا طبعا بحب امسح كل شويه، بقى الجو بيبقى نار، واحنا طبعا مننا بقى للشمس كده فوقينا، فطبعا الجو الشقه عندي بتبقى فعلا يا جماعه نار نار بجد. فربنا يرحمني يا رب. الصراحه الصيف السنه دي كان جاي صيف وحش جدا يعني. المهم انا جيت هنا خلصت بقى فرشت الملايتين وظبطتهم، وجيت هنا بقى ايه قلت اشيل كده غيارين كنت انا غاسله، ورصيت طبعا الهدوم بتاعتنا في دولاب اوضه النوم، وكان فاضل غيارات كده الايلين والوانزا، قلت ايه احطهم يعني ارصهم بالمره عشان الركنه وكده، يعني اي حاجه بقى حطاها على السرير، يعني ممكن مثلا ابقى غاسله طبقت شويه الهدوم او حطاهم على السرير مؤقتا لغايه اما ايه ارص كده يعني. فطبعا الحاجات دي كلها بتبقى على السرير، وانا ببقى لما باجي ادخل الاوضه ما بحبش يبقى في كركبه على السرير، حتى لو دي مش كراكيب دي هدوم متطبقه، بس انا عيني بحب اشوف الحاجه هاديه ومرتاحه وكل حاجه في مكانها. مش عارفه بقى في ناس زيي كده ولا انا موسوسه كده للدرجه، بس فبحب احط كل حاجه في مكانها كده تبقى منظمه. وبحب الدنيا تبقى هاديه يعني فاهمين يعني بحب الدنيا تبقى هاديه كده، يعني يبقى كل حاجه كده مظبوطه وكل حاجه على المسطره طبعا. مفيش الكلام ده يعني، واحنا معانا اطفال وكده ربنا يخليهم لنا طبعا، واي حد معاه اطفال ربنا يهديهم. بس ده الطبيعي اللي في اي بيت فيه اطفال لازم يبقى فيه ايه، ما مش هيبقى فيه نظام قوي، بس انا بحاول على قد ما اقدر بصراحة اللي انا يبقى كل حاجة مترتبة وفي مكانها، عشان برضو ايه يعني اعلمهم حتى النظام، يعني من صغرهم كده يتعلموا النظام ويتعلموا الترتيب ويتعلموا ان كل حاجة لازم تتحط في مكانها. جيت هنا بقى خلاص حطيت الهدوم وقلت بقى المع، المفروض اللي انا طبعا انا عارفه المفروض اللي انا المع الاول قبل ما افرش السراير، بس طبعا انا نسيت بصراحه. وطبعا هما يعني الخشب مش محتاج، هو ما كانش عليه تراب ولا حاجه، انا مقفله دايما، بس قلت اديها كده تلميعه بحيث لو في تراب ولا حاجه يبقى انا لمعت كده والدنيا تبقى زي الفل. طبعا هنا جيت قلت بص برضو على المفرش ده لو ما كانش نظيف كنت هشيل اغسله، لان طبعا كنت غاسله المفارش كلها بتاعت الصاله، وفي مفارش كنت مبدلاها وكده، بس طبعا لقيته المفرش ده لقيته نظيف يعني، فقلت خلاص نفضته كده تنفيضه وقلت احطه مكانه. جيت هنا بقى الفازه الكيوته دي بتاعت الاطفال، سوري معلش الاباجوره، جيت اللي انا ايه احطها كده، فببص حسيتها ايه سمكه متبهدله، العيال بيحطوها بقها يعني بصوا الحته اللي انا بوريها لكم دي من ناحيه بق السمكه، ايلين بنتي لما بتدخل بتحطها ببقها بتفضل تعضعض فيها ببقها بتلعب معاها يعني، سميها سمكه نيمو. المهم فلقيتها متوسخه خالص بصراحه، فشكلها كده عارفين اللي هو ما عجبنيش خالص يعني، فقلت لا يعني بحب الحاجه تبقى نظيفه، فقلت خلاص هشيلها، وشلت فكيت كده اللمبه زي ما انتوا شفتوا، وقلت اشيلها بقى ادخلها على الحمام اغسلها، بغسلها بقى وبسيبها تتصفى مع نفسها، وبطلعها كده تتهوى في البلكونه، واحطها على كرسي بتتهوى كده مع نفسها، وهرجع احطها تاني. خلاص هنا ظبطت الدنيا، وقلت بقى اجي المع الدولاب، قلت المعه برضو، وهلمع كده برضو الترابيزه بتاعت المكوه دي. خلاص كده كنت خلصت الدنيا نطفت. بصوا بقى الاستاذه ايني لقيتها بتعمل ايه. بتعملي ايه؟ بس يا نكاشه سيبي الحاجه يلا كده، قلبتي الضلفه كده، قلبتي كده مكان الشنط، بهدلتيها، ارتحتي يعني انا بروق ولسه هلم الدنيا الارض وهمسح وانتي تبهدلي لي كده الدنيا كده تبهدلي لي الدولاب. ما تكلمنيش تاني، انا مخصماكي يا منكوشه. يلا عشان خاطر تشطفي وتسرحي، يلا يلا عشان عايزه انزل اجيب روزي. انتي واخده فرصتك طبعا، بتطلعي الشنط وروزي بقى مش موجوده، واخده فرصتك. لو روزي موجوده كانت عملت معاكي الواجب صح. راحه فين؟ راحه الحضانه؟ راحه فين؟ راحه الحضانه؟ حضانه ماشي، روحي الحضانه عقبال ما تروحي الحضانه يا رب.
هنا بقى كنت خلاص خلصت زي ما انتوا شفتوا كده. الاستاذه ايلين بصوا في لحظه بتيجي تبهدل لي الدنيا يعني، ما تسيبش في حاجه يعني، ما بتحبش تسيبي الحاجه كده مترتبه مكانها، لازم تنكش. فهنا كنت خلاص بقى زي ما بوريكم كده الدنيا نطفت والحيطه بقت زي الفل مكان ما انا عملتها، وخلاص الدنيا راقت كده. بس كان في شويه اللعب بتاعها يعني بهدلتهم تاني بعد ما لميتهم لها. طبعا وصلنا لنهايه الفيديو، واشوفكم في فيديو جديد، واشوف وشكم على خير، ومع السلامه.